طب هل مجال التغذية هل هو تخسيس ودايت وبس، ولا الموضوع أكبر من كده كمجال كله على بعض؟ بص، هو الموضوع اكبر من كده بكتير، وده للاسف اللي بيعمل يعني سمعه سيئه لمجال التغذيه، ان الناس بتبقى فاكره ان هو انت تعالى انا هخسسك، اي حد هيعرف يخسسك. في اصلا انت لو فتحت على جوجل كتبت نظام دايت هيطلع لك مليون نظام دايت، بس هي الفكره مش كده. الفكره انت بتتعامل مع بني ادم، البني ادم ده عنده مشاكل كتيره، عنده مشاكل نفسيه، عنده مشاكل اجتماعيه، احنا بنعتبر البني ادم كومبلكس، يعني في كومبلكسيتي، فانت المفروض تبتدي تفصصها وتبتدي تحلها وتشوف المشكله بتاعته فين، تدور هل هو عنده مشكله صحيه. انا بالنسبه لي هو مش بس انا هعمل ان انا هخسسه، لا انا عايزه صحته تبقى كويسه، ما يطلعش من عندي عنده ايتنج ديس اوردر، عنده مثلا بنج ايتنج ديس اوردر، او عنده مثلا بوليميا. الحاجات دي كلها موضوع عايزه احسن جوده حياته عموما. بالظبط، انا عايزه اخليه يعمل لايف ستايل، اللايف ستايل ده هو هيمشي عليه بعد كده. ومش بس كده، لو حد مثلا عنده دايابيتس، حد عنده انسولين ريزيستنس، لا هو فعلا بعد كده بعد المده دي هو فعلا يلاقي تشينج. يعني هو ده بيبقى هدفي